لاحظوا إخواني، أريد قبل أن أعرض عليكم شاهدا على حقيقة أن أهل الخلاف يمكن تصنيفهم في منزلة أو في خانة أعداء أهل البيت عليهم السلام، أريد أن أبين ملاحظة أو ملاحظتين. الملاحظة الأولى: لا شك ولا ريب أن عامة أهل الخلاف ليسوا معادين، لا شك. لماذا؟ لأنهم مستضعفون، أي بعبارة أخرى مخدوعون. ونحن إنما نبين هذا الأمر الآن حتى يتبصروا، حتى يعرفوا أن دينهم ومذهبهم، المدرسة التي ينتمون إليها، الخط الذي ينتمون إليه، إنما هو خط العداء لأهل البيت. لكن يدعي هذا الخط مجرد عنوان، مجرد ادعاء، مجرد زعم أنه محب لأهل البيت. فلو عرف أهل الخلاف أن هذا الخط في حقيقته خط ناصبي معاد لأهل البيت من واقع كلام أئمتهم وعلمائهم ومشايخهم ومن أشبه، لتبرأوا من هذا الخط. فإذا لا يخلط أحد بين الأمور. نحن لا نرمي المصري العادي هذا الكاسب، أو الجزيري العادي، النجدي العادي، المغربي العادي، السوري العادي، الباكستاني العادي، هؤلاء الناس لا نرميهم بأنهم أعداء أهل البيت، ولكن نقول تبصروا. الحقيقة أن دينكم هو دين العداء لأهل البيت، أسسه المعادون لأهل البيت، وهذا نثبته لكم. فحينما تعرفون هذه الحقيقة عليكم بأن تتخلوا عن مثل هذا الدين، وإلا إذا ما عرفتم إذا عرفتم هذه الحقيقة ولم تتخلوا عن هذا الدين، عن هذا الخط المعادي، فاعلموا بأنكم يوم القيامة ستسجلون أو ستحشرون مع قتلة أهل البيت وقتلة الحسين بن علي، وسيوجه لكم هذا الاتهام يوم القيامة بأنكم قد قتلتم الحسين. أنتم قتلتم الحسين. الآن أنت الرجل في سنة 1431 و31 يقال لك أنت قتلت الحسين. تجيب الله عز وجل وتجيب الملائكة الذين يحاسبونك بأمر الله أنه كيف أكون قد قتلت الحسين والحسين قد قتل قبل 1400 سنة، في سنة 61 هجرية أو في سنة 60 هجرية على الأصح. كيف أكون أنا قد قتلت الحسين؟ أنا لم أحضر أصلا في زمان الحسين، ولا حضرت كربلاء، ولا كنت في جيش عمر بن سعد. فلماذا توجهون لي هذا الاتهام وتلصقونه بي وتوردوني مع يزيد وشمر بن ذي الجوشن وحرملة وعمر بن سعد بن أبي وقاص وعبيد الله بن زياد ومن أشبه والحسين بن نمير وهؤلاء، توردوني معهم إلى جهنم؟ أنا لم أقتل الحسين. جوابك يكون في هذه الآية، تأمل فيها. قال الله عز وجل: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هؤلاء أهل الكتاب في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله طولبوا بأن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، لأنه كانت العادة في زمان أنبياء بني إسرائيل أنه إذا قرب أحدهم قربانا يضعه هناك في مذبح بني إسرائيل،
أو في بيت المقدس، فتأتي تخرج نار وتأكل هذا القربان. يقولون نحن نريد نفس هذه الآية عينا، وإلا لا نؤمن بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا رسول الله مثل هذه الآية وعشرات أمثالها أراهم إياها، لكنهم كانوا يتمادون ويطلبون المزيد ويكذبون ويقولون هذا سحر وما أشبه وشعوذة، فلا فائدة. إذن تكون المسألة، تكون الاستجابة لهم في كل مرة ضربا من يعني السخرية، الهزل في هذه الحالة، والله عز وجل لا يفعل هكذا. فلذلك انظر الله عز وجل بماذا أجابهم في كتابه. قل يا رسول الله، قل لهم قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. سلمنا أني لا آتي لكم بهذه الآية، بهذه المعجزة. ألم يكن الأنبياء من بني إسرائيل قد جاءوكم بهذا لما كنتم تقدمون كبشا أو ما أشبه كقربان، كانت تخرج نار وتأكل هذا القربان؟ إذن كانوا أنبياء، لما قتلتموه؟ إذا كنتم صادقين وتؤمنون لما قتلتم هؤلاء الأنبياء؟ بنو إسرائيل قتلوا أنبياءهم. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. إذن لا فائدة من أن آتي لكم بهذه المعجزة من جديد، بهذه الآية من جديد، لأنكم قد وطنتم نفوسكم على الجحود والإنكار.